بطرح ما يرون من أسئلة مناسبة لهذا الحوار. معي سالم الزهراني من السعودية. مرحبا بك أخي سالم. مرحبا ومساء الخير. تفضل. مساء النور أخي الكريم. أنا والله أنا بس رأيت هذه المناظر في الشاشة. أنا ليس لي دخل في هذا الموضوع، بس أنا في الجراحة، فركزت على بعض الجروح التي كانت أنت طبيب جراح أستاذ سالم؟ نعم. يا مرحبا بك دكتور. فكانت في الكاميرا عندما كانت تركز على بعض الجروح، يعني إلى ماذا خلصت بعد بعين الجراح؟ نعم. ماذا تقول؟ نعم، في بعض أو أغلب الجروح ليست جروح حقيقية، فكانت واضحة جدا. يعني كيف ماذا تقصد بليست حقيقية؟ يعني ليست يحطون عليها بعض لا أدري، هي بعض المواد أو بعض اللصقات التي تبين أنها جروح مع قليل من الدم. عرفت كيف؟ فإذا تتصل بأي دكتور جراح تعرفه أنت شخصيا، أنا إذا كنت لا تصدقني، أنا بس هذه وجهة نظر. أنا ليس مع نظام وليس مع علي عبد الله. لك مسؤوليتك. أنا مواطن سعودي. نعم. أنا رأيت بس هذه كلمة حق أريد أن أدلو بها. فإذا تركز على بعض الجروح التي كانت تأتي من قبل، نعم، فهناك لو تتصل على أحد الجراحين حتى عندك في الدوحة وتحت الهواء، ولو تحت الهواء بدون ولا تسأله عن هذه هل هي جروح حقيقية أو لا، فإذا يعطاك الحقيقة سوف يعطيك الحقيقة. لم أفهم منك ما تريد دكتور. أوضح بالجانب العلمي. يعني أيوة، نعم. ليست كلها بل أغلبها. أغلب الجروح ليست جروح حقيقية. وأيضا بعض الدم لا يأتي لون الإنسان دم واحد كل إنسان. فأنت إذا تلاحظ أن الدم الذي في عندما يأتوا يسعفونه على بعض الملابس هو دم لون واحد. نعم. أو مادة واحدة، ليس دم في الإنسان. نحن هل أفهم من ذلك أنك تشكك في بعض المصابين دكتور؟ نعم، أنا أشكك، وهذا تليفوني عندك وأكلمك بجدية. هذا أغلب الجروح ليست جروح حقيقية فعلا. أنت أقول لك، إذا أنت سوف تتصل إلى بعض الجراحين تحت الهواء أو فوق الهواء عندك في الدوحة